أحييكم من العربية أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي، وهذه مقابلة خاصة مع المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد. أهلا وسهلا بك معنا سيد مجاهد. شكرا جزيلا. زهم دارنجي تاسو استاسو وكذلك أحيي حضرتكم ومستمعيكم. دعني أبدأ معك أولا بتقييمكم حتى الآن للوضع الأمني والسياسي اليوم في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وبعد تسلم حركة طالبان الحكم فيها مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا. أما بعد، أول خبر دعني في البداية أقول أن إمارة الإسلامية لأفغانستان تهمها القضايا الأمنية بشكل جدي، لأن بعدما خرجنا من الحرب أمن أفغانستان وأمن الشعب في أفغانستان من أهم الأمور في أفغانستان. لذلك نصرف كثيرا من قوانا على إقامة الأمن والثبات في أفغانستان. بالعادة عندما تستلم الحكومات فتراتها تحدد 100 يوم، تحدد أجندة ستنتهي من العمل بها أو أهداف ستحققها خلال 100 يوم. أنتم تقريبا 9 شهور حتى الآن، ما الذي حققتموه لأفغانستان كدولة ولشعبكم الأفغاني؟ نعم، الموضوع الأهم أننا أنجزناه في أفغانستان، أننا نهينا الاحتلال الأجنبي في أفغانستان. عشرات الآلاف من الجنود الأجنبيين كانوا في أفغانستان، الأجانب في أفغانستان. بعدما أخرجناهم من أفغانستان ونهينا احتلالهم، هذا إنجاز كبير. وأيضا كانت هناك حرب كبيرة في أفغانستان، الآن لا توجد هذه الحرب. هذه فرصة أخرى أنجزناها في أفغانستان. وأيضا بالنسبة للأمور المالية كان هناك فساد كبير منتشرا في أفغانستان، انتهى هذا الفساد. الرشوة والاختلاس قد أنهيناها من أفغانستان بشكل كامل. وأيضا كان هناك الناس يغصبون ممتلكات الناس، والناس لم يكونوا يمتلكون أموالهم. الآن الناس لا يغتصب أموال الناس وممتلكات الناس، ويوما بعد يوم تتحسن الأمور في أفغانستان. وأيضا أنه للمرة الأولى نحن أعلنا الميزانية التي كانت تعتمد على الموارد الداخلية في أفغانستان. ونحن ننجز كل مصاريف الدولة من الموارد الداخلية، وهذا إنجاز كبير. ولكن هل يمكن الاستمرار بهذا الإنجاز إذا لم يكن هناك مساعدات ويكون هناك معونات من المجتمع الدولي لأفغانستان على المستوى الاقتصادي؟ نعم، إن شاء الله نحن مطمئنين، لأن أفغانستان إذا لم تكن هناك حرب في أفغانستان ويكون هناك أمن، أفغانستان الشعب الأفغاني شعب ذو عزيمة، ويمكنهم بناء دولتهم وشعبهم. نحن عندنا مصادرنا الداخلية، نحن عندنا الذخائر الداخلية، يمكننا أن نتقدم في السنوات المقبلة. وأيضا كانت هناك مصاريف كثيرة وكبيرة في الحرب، لا توجد هذه المصاريف على الحرب الآن. نحن نصرف كل مواردنا المالية على الحكومة وعلى المصاريف التنموية. هل استطاعت طالبان حتى هذه اللحظة أن تقول بأنها فرضت نفسها دبلوماسيا على الخارطة الدولية كسلطة قد يتم الاعتراف بها لاحقا؟ هذا الأمر متعلق بالعالم الخارجي. نحن أثبتنا أنفسنا لأجل دولة أن تعترف بها وحكومة تعترف بها. الشرائط التي يعتبر شرائط ضرورية نحن أنجزنا كل هذه الشرائط. عندنا جغرافية محددة، الأمن قائم، الحكومة موجودة، الناس أعطيت حقوقهم كلهم. في هذا الوقت لابد لهذه الدول أن تعترف بنا وأن تساعدنا. هذا الأمر مفيد للجميع. كيف الناس كلها أعطيت حقوقها في أفغانستان؟ الحكومة حكومة فردية، حكومة شمولية ما فيها كل الأحزاب المختلفة، لا تمثل كل الشعب الأفغانستاني، وهذا كان واحد من الشروط من أجل اللي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
حكومتنا ليست حكومة فردية، هي حكومة إسلامية، وهناك تعريف للحكومة الإسلامية، وهذا التعريف يوجد في حكومتنا ونظامنا. في نظامنا يوجد بشتوني وطاجيكي، وعندنا هزارة، وعندنا بلوشي، وعندنا من سائر الأقوام في أفغانستان في الحكومة. وهذه الحكومة تدير أمور الناس، وكل الشعب موجودين في الحكومة. لكن هناك أنظمة في العالم، يعني هذه الأنظمة يريدون أن يكون هؤلاء الناس الذين قاتلوا معنا وفروا من أفغانستان أن يكونوا في الحكومة. إذا لم يكونوا من الحكومة، هذا الأمر لا يعني أن الحكومة ليست لها مشروعية. أنت تتحدث عن حكومة إسلامية أو حكومة دولة إسلامية كما تصفها، ولكن الوضع في أفغانستان لم يكن هكذا. كانت دائما هناك أحزاب وقوى سياسية على الأرض في أفغانستان ويحسب لها الحساب حقيقة، وهؤلاء طلب أن يكونوا جزء من الحكومة وفق اتفاقكم مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لم يتم الالتزام بذلك؟ أولا لابد أن نعترف أنه لما كانت هناك أحزاب سياسيون كانت هناك حرب واختلافات في الداخل، ولم يكن هناك أمن، لأننا الأفغان لم يعيشوا في الأمن والسلام في 40 سنة الماضية، لأنه كانت هناك حرب والكل كان يريد منافعه الشخصية. كانت هناك مساعدات مع الاحتلال الأجنبي. كل هذه الأمور لم يكن من نفع الأفغان. لم نكن نتفق في اتفاقية الدوحة مع أحد أن نجمع كل من فروا من أفغانستان، أن نجمعهم في الحكومة. أنا لا أتحدث عن من فروا من أفغانستان، أنا أتحدث عن المعارضة لطالبان، ويمكن يكون جماعة أحمد شاه مسعود واحدة منها. أنتم ضممتم جماعة حقاني، ولكن استثنيتم أحزاب أخرى موجودة على الساحة في أفغانستان. الحقيقة أولا من هم معنا الذين هم معنا ليسوا باسم الأحزاب والسياسيون. الناس الذين معنا هم الذين ضحوا طوال 20 سنة الماضية كأفراد في النظام، هم الذين ضحوا لأجل الحرية وأخرجوا الاحتلال من أفغانستان، لذلك هم معنا الآن. كيف يمكن أن نصف ما حصل في أفغانستان بعد استلام حركة طالبان؟ هل ما حصل هو حقيقة، لو نضع الأشياء بتسمياتها، تسليم من الولايات المتحدة الأمريكية لحركة طالبان أم ماذا؟ يعني سلم واستلم أم ماذا؟ لا، على أساس اتفاقية الدوحة القوات الأمريكية خرجت من أفغانستان وانسحبت، وبعد ذلك نحن قرارا ومرارا طلبنا المفاوضات الداخلية مع الأفغان، وانتظرنا دائما في هذا الأمر. لكن مع الأسف الإدارة في كابل، إدارة كابل، كانت يركز على الحرب. لذلك في النهاية لكن في النهاية كانوا يريدون لمدة 6 شهور أن ينجزوا هذا الأمر بالحرب، وكانوا يريدون إدامة الحرب في أفغانستان. لذلك لما تيقنا أنهم يريدون الحرب والقتال في أفغانستان، كان علينا أن ننجز الأمر عبر القتال ونسيطر على البلد بالقتال. وأنت تتحدث هنا عن ما تم التوافق عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة من إشراك جماعة أشرف غني في الحكم عندما تستلمون حكم أفغانستان، صحيح؟ لا، نحن قلنا أن كل الجهات الأفغانية الذين كانوا يخالفوننا عليهم أن يشتركوا ويشاركوا معنا في المفاوضات الأفغانية. لم نكن نسمي أشرف غني أو جماعته، لكن لا أحد منهم أرادوا أن يجلسوا معنا ويفاوضوا معنا. كيف تصفون علاقاتكم الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية همها وحيد في أفغانستان، وهو عدم وجود أي تهديدات من القاعدة أو من غيرها للولايات المتحدة الأمريكية. هل العلاقة مقتصرة على هذه النقطة بينكم وبينهم الآن وفي المفاوضات الجارية وما زالت برعاية الدوحة؟ نعم، معنا اتفاقية مع الأمريكان، ونحن متعهدون لهذه الاتفاقية.
ونحن متعهدون أن لا تكون هناك تهديد أمني من أراضي أفغانية إلى أمريكا، ونحن متعهدون لهذا العهد، ونحن نريد أن ننجز هذا التعهد وهذه الاتفاقية. وبعد اختتام الحرب نريد اختتام هذه الحرب نريد أن تكون هناك علاقات جيدة مع الأمريكان، نريد أن نؤمن علاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الأمريكان، ونريد أن تكون المساعدة بين الطرفين. اسمح لنا سيد ذبيح الله مجاهد، سنتوقف قليلا مع فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة هذه المقابلة الخاصة. فاصل قصير ونواصل بعده. أهلا بكم معنا من جديد، ونواصل هذه المقابلة الخاصة مع المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان السيد ذبيح الله مجاهد. أرحب بك معنا من جديد سيد ذبيح الله، ودعني أعود معك للموضوع الرئيسي المتعلق بأفغانستان وهو الوضع الأمني. أنت تقول بأن الأمن مستتب، هل نتحدث هنا فقط عن عملية إنهاء الحرب، تأمين الحدود، أم الأمن على المستوى الفردي داخليا في أفغانستان أيضا مرضي بالنسبة لكم؟ بشكل عام هناك أمن في أفغانستان. لو أتيتم إلى أفغانستان ورأيتم أن حدودنا في أمن ومدننا في الأمن والأفراد في المجتمع أيضا في الأمن. هناك وقائع قليلة جدا من الوقائع الأمنية لا تأتي بالنسبة، ويتم التعامل مع هذه الوقائع. الأمن في أفغانستان مطمئن، والحالة الأمنية مطمئنة في أفغانستان. فرض أمن بالقوة ولا أمن بقناعة بحكم طالبان لأفغانستان، إذا ما قارنا هذا بالانتقادات التي توجه لكم كحكومة بالتعامل مع الحرية الفردية، التعامل مع المرأة في أفغانستان، وهي نقطة مهمة جدا. كل هذه الأمور بالقناعة. لو كان من الممكن أن يبسط الأمن بالقوة كانت طوال 20 سنة الماضية القوات الأمريكية وقوات ناتو وقوات الحكومة وقوات الإدارة في كابول موجودة في أفغانستان، لكن لم يكن هناك أمن في أفغانستان. الأمن جاء بإرادة الشعب في أفغانستان. الشعب يريدون أن يعيشوا تحت حماية تحت الحكومة الإسلامية، والشعب ذلك يحمون الإمارة الإسلامية والحكومة الإسلامية في أفغانستان، لذلك نرى أن الأمن موجود. هل كان للشعب خيار في هذا الحكم، ولا كان نتائج المعركة حسمت الأمر لصالحكم بنهاية المطاف؟ بلا شك كما قلت، هذا النظام مشكل من كل الناس، مشكل من كل منيبي الناس ينوبون عن كل الأقوام في أفغانستان، القوم البشتون، قوم الطاجيك، وقوم الهزارة، وقوم البلوش، من قوم نورستان، من كل الأقوام موجودين في أفغانستان. الناس كلهم اقتنعوا بهذا النظام، والأمن قائم لكل الناس وكل الشعب. نحن نريد أن نيسر للشعب الحياة الكريمة بكل ما أوتينا من قوة. كيف تختلف طريقة حكم طالبان لأفغانستان الآن في المرحلة الثانية عنها في المرحلة الأولى التي كانت بالتسعينات حتى 2001؟ الفرق كبير، لأننا عندنا تجربة أكثر وعندنا إمكانيات أكثر وقوتنا تضاعفت. كانت هناك حروب أهلية في أفغانستان، حروب أهلية، لكن لا توجد الحروب الأهلية حاليا. كانت هناك مشاكل كثيرة في ذلك الأوان، لكن الآن لا توجد تلك المشاكل. كيف تصف لي علاقاتكم مع باكستان بعد تسلم طالبان الحكم في كابول؟ علاقاتنا مع كامل الدول، مع كل الدول، مبنية على أصل واحد، وهو نحن بناء على الأصول القوانين العالمية، وبناء على احترام المتقابل. نريد علاقات طيبة بالأخص مع دول الجوار مثل باكستان وإيران وتركمانستان وغيرها من الدول، نريد معهم علاقات طيبة وجميلة. إيران وموقفها من الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية السابقة وإيوائها للفارين من حركة طالبان في 2001، هل تغيرت علاقتكم معها الآن؟ كيف يمكن أن نقارن؟ هل يمكن أن يكون الوضع بالنسبة لإيران معكم كما هو مع العراق الآن، يعني بوجود اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، ليست عندنا أجندات الدول الأخرى في أفغانستان. ما يهمنا هي منافعنا في أفغانستان. كيف يمكننا أن نعيش بشكل سلمي مع دول الجيران. الذي يهمنا من الأمور الحساسة الأمور الأمنية والاقتصادية وغيرها من المنافع. ما الذي كان تعمل إيران كدولة مع أمريكا وغيرها من الدول، هذا لا يؤثر على سياساتنا في العلاقات الخارجية. على المستوى الاقتصادي أستاذ مجاهد، قلت قبل قليل بأنه يعني حركة طالبان تحاول أن تحسن من الوضع الاقتصادي على المستوى الداخلي. كان في قرار بوقف زراعة الخشخاش، وكان في 90% من الاعتماد في الزراعة على الأفيون والخشخاش. كيف الوضع الآن بعد عملية المنع؟ وهل تمت حقيقة، هل هناك قرار بوقف التعاطي بالمخدرات وبزراعة الأفيون في أفغانستان؟ في البداية دعنا نقول أن اقتصادنا سيكون مبنيا على اقتصادا مشروعا، والموارد المالية للدولة ستجمع ونظامنا سيكون قائما على هذه الموارد. أما بالنسبة لزراعة الخشخاش فهذه الزراعة لم تكن لأجل أفغانستان، لأن الأمريكان هم الذين روجوا زراعة الخشخاش في أفغانستان، ولم تكن بنفع الشعب الأفغاني. ملايين من أبناء شعبنا كانوا معتادين على هذه المخدرات، وهذا أضر لشعبنا. وبعدما تم النهي عن هذه المخدرات وزراعة المخدرات لن يضر هذا الأمر اقتصادنا الداخلي. لذلك نحن نريد مساعدة العالم في هذا الأمر، لأن هذه الزراعة كانت تضر كل العالم، فعلى العالم أن يساعدنا أيضا. ما الذي تريده حركة طالبان من المرأة الأفغانية؟ المرأة الأفغانية مرأة مسلمة ومؤمنة، هي أمهاتنا وأخواتنا، تريد أن تعيش بكرامة. نحن نريد أن نؤمن لها الحياة الكريمة، ونريد أن نحفظ لهن كرامتهن، ونحن نرى إليهن كأمهاتنا وأخواتنا. ولكن المرأة يعني ليس بالضرورة أن تطلب الحماية من كجندر كجنس من قبل الحكومات. يجب أن تكون لديها شراكة حقيقية في إدارة الدولة إذا ما اعترفنا بأنها نصف المجتمع. نعم، نحن نساعد الأجواء للمرأة الأفغانية. حاليا لهن مشاركة في عدة الإدارات في أفغانستان، في الصحة، في التعليم، في الأمور الأمنية أيضا لهن المشاركة، في الأمور الاقتصادية لهن المشاركة. تعطيل المدارس تساعدنا المرأة الأفغانية. عفوا، تعطيل مدارس الطالبات للمراحل المتقدمة، تعطيل وصول الطالبات للجامعات، الفرض على المرأة بأن لا تركب تاكسي إلا بوجود محرم معها. ثم آخر خبر خرج من أفغانستان أنه مطلوب من الإعلاميات أو المذيعات أن تغطي وجهها، البرقع، في أثناء يعني أدائها لعملها. كيف يكون هذا تمكين للمرأة بأي شكل من الأشكال؟ هناك أمر واحد، أن بالنسبة للتعليم المرأة علينا أن نقول أن الجامعات مفتوحات ويمكن للنساء أن تذهبن إلى الجامعات. وأيضا نحن الآن نعمل على مشروع وعلى طرح وعلى أجندة كي يتم أمن المرأة الأفغانية لكي تذهب إلى المدارس في السنوات المتقدمة. وهناك أمور أخرى تتعلق بالحجاب، فهي أحكام إسلامية. أمهاتنا وأخواتنا تطبق هذه الأحكام بأنفسهن بالنسبة لا أتحدث عن الحجاب أستاذ مجاهد. كانت هناك نسبة 1%. ما بحكي عن الحجاب، بتحدث عن البرقع. إيران أيضا نسائها مسلمات، باكستان نسائها مسلمات، الدول العربية نسائها مسلمات، دول الخليج نسائها مسلمات، لكن لا يفرض على الجميع وضع البرقع. لم نقل برقع. ماذا عن المذيعات الذي قيل بأنه فرض عليهن وضع البرقع، تغطية الوجوه؟ ليست الضرورية البرقع.
النساء في أفغانستان البرقع جزء من ثقافتنا والحجاب أيضا، وقد قيل في هذا الحكم أن النساء لهن الاختيار في أن يستعملوا البرقع أو يستخدموا الحجاب العربي أو يستخدموا أي نوع آخر من الحجاب، لهن الاختيار في هذا. بس هذا ليس إجابة على سؤالي عن حقيقة أو مدى دقة المعلومات التي تم تناقلها أنه سيفرض على المذيعات ومقدمات البرامج في التلفزيونات وضع البرقع، تغطية الوجوه. هل هذا حقيقي ولا إشاعة؟ هذا الأمر ليس صحيحا. لم نقل لهم أن يغطوا كل وجوههم، قلنا لهن أن يستخدموا ماسك لكي يغطوا فقط الفم والأنف. طيب يعني أنت في موقع إعلامي وتعرف أن لغة التواصل مباشرة هي بتعبيرات الوجه يعني مقابلة العين بالعين في المقابلات، فكيف يمكن أن يكون هذا عملا إعلاميا بلا ما يشتغلوا بالتلفزيون بهذه الحالة؟ صحيح؟ والأمر الأهم من ذلك هي مراعاة الحجاب. هذا أمر إلهي وأمر شرعي، عليهن أن يراعوا هذه الأمور. التلفزيون والإعلام أمور إنسانية، لكن ما يهمنا أكثر الأصول الإسلامية والأوامر الإلهية. صحيح. وأنا أريد أن أؤكد أنه لا أتحدث عن الحجاب، أتحدث عن البرقع وتغطية الوجه والفرض على النساء بالشارع وعند حركتها أن تكون تلبس البرقع. شكرا جزيلا لك سيد ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، ضيفنا من أفغانستان. شكرا جزيلا. وأعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهت هذه المقابلة الخاصة مع ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان. إلى اللقاء قريبا في مقابلة جديدة، دمتم بخير.